بخير وصحتكم تمام. انا مهدي ركضان رجعت لكم بفيديو جديد. في هذا الفيديو حبيت اني اشارك معاكم تحضيراتي لحفلة تخرجي. راح اعمل حفلة بالبيت. الحمد لله بعد ما تخرجت قررت اني اعمل حفلة بالبيت، فخلينا نشوف كل الشغلات اللي اشتريتها والحلويات اللي جهزتها. وكمان حبيت اشارك معكم فكرتين. الفكرة الاولى هي طريقة صناعة القبعة الصغيرة اللي فيكم تزينوا فيها القنينات تبع المي او العصير. حبيت كمان اشارك معكم طريقة كثير حلوة لطي المناديل. فبدون ما اطول عليكم كثير، اذا لسه مش مشتركين على القناة اتمنى انكم تشتركوا على القناة. وهلا خلينا نروح نشوف الفيديو. زي ما انتم شايفين بنات، هون في عندنا كيسين، كيس واحد فيه الأغراض اللي نحتاجها لصناعة الحلويات، والكيس الثاني خلينا نشوف شو فيه. اول شي جبت هاي المناديل. زي ما انتم شايفين انا كثير حبيت اللون تبعها، وباعتبار انه انا طلبت يعني قبعة التخرج والشال تبعها طلبتهم في اللون الاسود والذهبي، فقلت يلا خليني اكمل في نفس الالوان واجيب يعني الاغراض تبع الحفلة في اللون الاسود والذهبي. وهي هي القبعة تبعي والشاف تبعها، شوفوا لي ستايلها. انا كنت نزلتهم على الانستغرام، اذا كنتم متابعيني اكيد تكونوا شفتوهم، وكمان صورت لكم لقطات في المحل. هون بنات زي ما انتم شايفين جبت صحون كمان في اللون الاسود، وهون كمان جبت شوكات في اللون الاسود، لانه كنت مخططة انه بدي اعمل كيكة بيكون فيها ديزاين تبع التخرج وهيك. وهي الاكياس الخاصة بالحلويات اخترت هذا الديزاين الاسلامي، كثير عجبني صراحة. اما هدول بنات خلوا الحلويات تبين كثير حلوة، وكثير بنصحكم انكم تشتروها لانه ما كانت موجودة السنة الماضية، بس شكلها كثير حلو. هون جبت هاي القنينات مشان احط فيها عصير. ولا تقلقوا بنات، رح ازينها بالقبعة يلي رح افرجيكم طريقة صناعتها في الفكرة الاولى من هذا الفيديو. خلونا بنات نشوف أول فكرة اللي راح يكون فيها صناعة القبعة التخرج. وهي القبعة فيكم تستخدموها لتزيين يوم حفلتكم، مثلا تحطوهن على القنينة تبع المي تبع العصير، أو تحطوهن كتوزيعات، أو تحطوهم على أي شيء بدكم تزينوه، حتى لو كان حلويات. المهم بنات، هون شو نحتاج ورق مقوى يكون في اللون الأسود، بتلاقوه في المكتبات أكيد. وهون بنات أنا قصيت هذا الشريط، يعني الطول تبعه هو 15 سنتيم والعرض تبعه هو 5 سنتيم. وأكيد يعني هذه المقاسات تتغير على حسب حجم القبعة اللي بدكم تعملوها. إذا كان بدكم تعملوا يعني قبعة صغيرة فأكيد راح يكون يعني مقاساتها حتكون أقل من هذا الشيء. إذا حبيتوها كبيرة فالمقاسات حتكون أكبر من هذا الشيء. أما بنات أنا عملت هون هاي الطية، يعني أنا حددت نص سنتيم بهاي الطريقة وطويت حتى يسهل علي القص، وبعدها قصيت بهاي الطريقة بنات، حتى لما أعمل هيك أسطوانة بهذا الشكل حيكون سهل علي أني أثبت يعني القاعدة تبع هاي الأسطوانة على الجزء الثاني من القبعة المتمثل في هذاك المربع اللي يكون من فوق. أوكي بنات، هون أنا جبت هاي اللزقة وراح ألزق هاي الأطراف بهاي الطريقة. وهلأ ظل في عندي الجزء الثاني بدنا نعمله، فراح أجيب هذاك ورق المقوى اللي عندي وراح أحط عليه هاي الأسطوانة. بس أول شي خليني أحط عليها اللزقة مشان نلزقها، وبعدين رح نحدد يعني حجم المربع اللي رح نقصه بهاي الطريقة. أنا شفت إنه هذا هو الحجم المناسب للمربع، فرح أقصه. يعني رح أحطها أول شي هاي الأسطوانة وبعدين رح أقص. يعني ما في أسهل من هيك، يعني طريقة كتير سهلة وبسيطة، وفيكن تعملوا كمية كتير كبيرة من هاي القبعات، حتى فيكن تعملوها كمشروع بنات، فما في أي مشكلة. المهم أنا هون جبت هاي الزينة زي ما انتم شايفين، تلاقوها كمان عند محل بائع لوازم الخياطة. أنا جبت هاي كانت موجودة عندي، فأنا رح أحاول إني أثبتها في مركز هذا المربع. حطيت هون لزقة زي ما انتم شايفين، وبعدها قصيت هاي الدائرة بشكل عشوائي من يعني الورق اللي كان عندي. فهلأ رح أثبتهم هون في المركز زي ما انتم شايفين. طريقة كثير سهلة وبسيطة بنات، وفيكن حتى إنكم يعني في فترة التخرج وهيك تعتمدوا هاي الطريقة كمشروع وتبيعون. هون بنات زي ما انتم شايفين هاي التوزيعات اللي انا عملتها شخصيا لحفلة تخرجي. رح اشارك معكم كمان الفكرة هيك شوي. هاي الدمى انا صنعتها لحالي وزينتها زي ما انتم شايفين بقبعة صغيرة، صنعتها بنفس الطريقة اللي فرجيتكم اياها. اذا حبيتوا تطلبوا هاي الدمى راسلوني على الانستغرام. وهلا خلوني أشارك معكم الفكرة الثانية اللي رح أعمل لكم فيها توزيعات كثير كيوت، وفيكم إنكم تعملوها لحالكم بدون ما يكون يعني الحفلة تبعكم مكلفة لأنكم عملتوا التوزيعات. هون بنات زي ما انتم شايفين أنا رحت لمحل بيبيع كل شيء يعني بالجملة، فرحت لعنده وجبت هاي الشوكولاتة
يعني إذا أنتم ذوقتوها من قبل مذاقها خطير كثير كثير كثير. وتخيلوا إنه اشتريت كيس فيه 60 قطعة بسعر كثير حلو. وهو بنات جبت هاي الكروت زي ما انتم شايفين. أنا دخلت على بنترست وحطيت هيك توزيعات وصاروا بيطلعوا لي هيك يعني بطاقات، فاخترت هاي البطاقة كانت سادة ما فيها لا اسم ولا هاي الكتابة اللي هي موجودة هون. فأنا حطيتها على الوورد. أول شي بنات أنا جبتها على الموبايل وكتبت يعني اسمي هيك بالراحة. أنا كثير بحب إني أستخدم الموبايل أحسن، فاستخدمت الموبايل كتبت الكتابة اللي بدي إياها، وبعدين حولتها على اللابتوب وحطيتها في الوورد وخليت إنه كل ورقة فيها 4 بطاقات، وبعدين طبعتها وقصيتها فصارت كل ورقة بتعمل لي 4 بطاقات. أوكي، وبعدين يعني بشكل عادي لزقت هاي الشوكولاتة اللي جبتها. وهون بنات أنا اشتغلت هاي الدمى. أكيد بنات إذا حبيتوا تطلبوا فأنا عم اشتغل توزيعات، فيكم تراسلوني على الانستغرام وسعرها كثير معقول. فبنات زي ما انتم شايفين هون أنا جهزت هاي الدمى وزبطتها وعملت لها الورنيش المائي، وكمان زينتها بهذا اللون الذهبي، وبعدين حطيت جواتها هاي الشوكولاتة وجهزت لها القبعات، يعني قبعات تخرج بنفس الطريقة اللي فرجيتكم إياها قبل شوي. وحطيت هذيك القبعات فوق هاي الشوكولاتة حتى تبين إنه هاي الدمية حاطة قبعة تخرج. راح تشوفوا شكلها النهائي في آخر الفيديو. والفكرة الثالثة تعتبر من أبسط الأفكار اللي حأشاركها معاكم في هذا الفيديو، وباعتبار إنه كلياتنا بنتخرج في فترة تخرج معينة رح يكون في عنا أصدقائنا وزملائنا في الدراسة عم بيتخرجوا كمان، وإلا ما يعزمكم واحد منهم. فصراحة أنا هاي العلبة جبتها من حفلة، يعني لما صديقتي وزعت علينا الحلويات أنا جبت هاي العلبة من حفلة تخرجها وأكلت الحلويات أكيد. وهاي العلبة يعني تركتها على جنب، بعدين إجاتني فكرة قلت ليش حتى ما أقص هاي ستيكرز والرسمات اللي موجودة عليها. فأنا جبت العلبة وقصيتها. شوفوا لي ما شاء الله، يعني هي علبة واحدة بس شوفوا لي الأشكال اللي يعني طالعتها من هاي العلبة، وكمان المساحة اللي كانت فاضية يعني ما فيها أشكال وستيكرز. فأنا قصيتها على شكل قلوب مشان تكفيني هاي ستيكرز يعني للحلويات والمملحات اللي بدي أعملها. بعدين شو عملت؟ جبت هاي أعواد الأسنان، جبتها وحطيت عليها سيليكون سخن وصرت هيك عم ألزقها بهاي الطريقة. شوفوا لي شكلها كثير 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 كيوت، عجبتني. وراح تشوفوا يعني نهاية يعني شكلها كيف طلع على الحلويات والمملحات في نهاية الفيديو. يعني أنا صورت لكم. صراحة هي فكرة كثير بسيطة وغير مكلفة نهائيا، فكثير بنصحكم إنكم تعتمدوها. تتتتا، وهيك وصلنا لآخر فكرة في هذا الفيديو. وهي الفكرة رح أشارك فيها معاكم طريقة طي المناديل. عارفة أنه في كثير أفكار وطرق لطي المناديل، بس أنا حبيت أني أعمل طريقة كثير بسيطة بالشغلات اللي هي موجودة عندي في البيت. فهون بنات أنا كان في عندي باعتبار أنه أنا بشتغل الأشغال اليدوية وهيك على قناتي الأولى، فأنا أكيد عندي هاي الأغراض. فعندي هذا السلك وسعره كثير رخيص، بتلاقوه عند بائع لوازم الخياطة. وكمان عندي هذا اللولي في اللون الذهبي، فرح استخدمه مشان أعمل أكيد شي، يعني رح أحاول إني أعمل شكل كتير حلو. هون حبايبي أنا جبت هاي البانسات، أنا بستخدمها لصناعة الإكسسوارات، فجبتها هون. ويعني جبت كمان ليب جلوز، ويعني صرت هيك ألف عليه السلك الحديدي مشان يعطيني هذا الشكل اللولبي زي ما انتم شايفين. بعدها حطيت حبات اللولي الذهبي جوات هذا السلك اللولبي. وهون جبت هاي البنسات وعملت حلقة في كل طرف من أطراف هذا السلك مشان ما تطلع لي حبات اللولو يلي عملتها. وهون لفيت الأوراق المناديل بهاي الطريقة، وهلأ بدي أحطها جوات هذا السلك اللولبي. راح تشوفوا شكلها كيف راح يطلع. أنا كثير عجبتني صراحة. وهلأ خلونا نجربها على الصحن نشوف كيف تطلع. صراحة بنات كثير كثير عجبتني. حطوا لي رأيكم في التعليقات. وهلأ باعتبار انه قربنا لنهاية هذا الفيديو حبيت اشارك معاكم شوي لقطات او خلينا نقول شوية كواليس هاي تحضيراتنا للحلويات. وكمان تخيلوا حتى الحلويات حبيت انه تكون فيها يعني زينة باللون الاسود والذهبي. نحن جهزناها لحالنا في البيت. فصدقوني بنات لما تكونوا يعني بتشتغلوا الاشغال اليدوية وشاطرين في هاي الشغلات كثير كثير، يعني راح تخففوا على ميزانية الحفلة تبعكم، وراح يعني يكون الوضع شوي مش مكلف. فبنات إذا حبيتوا أفكار موجودة في كل مكان على بنترست، يوتيوب، الانستغرام، فكثير بنات بنصحكم إنكم أنتوا بتجهزوا لحفلتكم من طقطق للسلام عليكم مشان ما يكون الوضع كثير مكلف. فزي ما انتوا شايفين بنات هون أنا حطيت هاي الوردة، وكمان حطيت رسالة
أساس إنها الشهادة يعني هيك ملفوفة. وهون هي شوي حلوت يعني ما صورت لكم كل شي، يعني كنت هيك مشغولة فما قدرت إني أصور كل شي. وها بنات هاي المملحات عملناها يعني صبيحة الحفلة تبعي، شوفوا لي شكلها قديش طلع حلو. وحسيت إنه هاي قوالب الورقية تبع الحلويات في اللون الأسود يعني خلت الشكل تبع المملحات بارز، فأنا كثير حبيت شكلها بنات. يعني هيك أصلا اللون الأسود في عنده هيك فخامة يعني غير الألوان الثانية. المهم بنات هلأ راح أفرجيكم كيف طلعت التوزيعات لما حطيناها الأقفاص الذهبية هي والمملحات. شوفوا لي شكلها، حطوا لي رأيكم في التعليقات، شو رأيكم في طريقة تزيين الأفكار اللي عملت لكم إياها. وهيك بنات قربنا لنهاية هذا الفيديو، رح أخليكم مع اللقطات يعني بتشوفوا كيف طلعت التوزيعات والمملحات زي ما قلت لكم في هديك الأقفاص الذهبية. وشو بدي لكم بنات، حطوا لي رأيكم في هذا الفيديو، يعني الأفكار اللي شاركتها معاكم تحت في التعليقات. وكمان إذا لسه مش مشتركين على القناة أتمنى أنكم تشتركوا على القناة وتفعلوا زر الجرس، تحطوا لي لايك وكومنت. وكمان تابعوني على الانستغرام الشخصي والانستغرام تبع البراند تبعي. وإذا حبيتوا تطلبوا هاي التوزيعات سواء الكروت اللي عملتها أو هاي الدمى، لا تترددوا في مراسلتي على الانستغرام سواء الانستغرام تبعي الشخصي أو الخاص بالبراند تبعي. وهيك بنات شو بدي لكم، شوفكم فيديو جاي اللي رح أشارك فيه معاكم الحفلة وكمان فتح الهدايا. انا اصلا هيك مجهزه الفيديو، يعني عملت له مونتاج وعملت له يعني حطيته كمان على قناتي، بس هو مدرج يعني رح ينزل بعد هذا الفيديو ان شاء الله. المهم بنات هيك نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. إذا لساتكم عم تشوفوا الفيديو لهي النقطة بشكركم كثير. وكمان إذا لسه مش مشتركين على القناة أتمنى أنكم تشتركوا على القناة وتفعلوا زر الجرس، تحطوا لي لايك وكومنت. وكمان تابعوني على الانستغرام، في عندي انستغرامين، واحد شخصي وواحد خاص بالبراند تبعي، اترك لكم الروابط تبعهم في صندوق الوصف. وهذا هو الانستغرام الشخصي وهذا الانستغرام الخاص بالبراند تبعي. وهيك اشوفكم فيديو الجاي اللي رح اشارك فيه معاكم الحفلة وكل الاجواء تبع الحفلة. لا تنسوا انكم تشتركوا على القناة مشان توصلكم كل الفيديوهات. باي.